ليه انا اروح اجيبها الواحده ب8 جنيه؟ ليه انا اروح اجيب نص كيلو دقيق واعمل لي الكميه اللي انا عملتها دي كلها؟ ادفع 120 جنيه عشان هجيب 2 باتيه؟ ادفع 120 جنيه عشان اجيب باتيه وقرص؟ ليه ما بنص كيلو دقيق اعمل حفله وودي للعيله وعيله العيله يعني مش عارفه اقول لكم ايه بجد. ليه الاسعار توصل للي احنا فيه ده؟ اول حاجه نزلت اقول لكم سريعا كده. اول حاجه نزلت جبت كوبايه ميه فتره، نزلت بمعلقه معلقه سكر، معلقه خميره، معلقه لبن بودر نقدر نستغنى عنها بس مش مستاهله ان انا استغنى عنها لانها بتدي هشاشه وطعم حلو جدا في المعجنات. بعد كده نزلت بنص كيلو دقيق. هتشوف النص كيلو دقيق هيعمل ايه. بس البولة كانت صغيرة فنقلتها بولة اكبر وهنعجنها. ما اخدتش معايا حاجة خالص. ليه بجد ان انا اروح ادفع 120 جنيه في شوية مخبوزات ما يكملوش كيلو؟ اجيب كيلو ب120 جنيه؟ 20 جنيه انا صرفت، بس التكلفة دي كلها ما كلفتش عليا غير 25 جنيه. 25 جنيه عملت اكتر من 40 فطيرة وعملت اكتر من 40 باتيه. يعني بجد تابعوا بس معايا الفيديو الاخر. اول حاجه كده حطيت الميه ونزلت بالميه بالتدريج وعجنته كويس جدا. اهم حاجه المعجنات عشان تاخدي قوام معجنات هش وناعم وخفيف وفلافي كده، لازم تعجنيها كويس جدا لغايه ما يبقى تمسكيها كده ملساء في ايدك وطريه وهشه. بعد ما هنعجنها بالشكل ده ويوصل للقوام اللي احنا عايزينه، هنزل بربع كوبايه من الزيت وربع كوبايه من السمنه. هنحطهم في بايركس وبعد كده هنزل بس ننزل برشة دقيق الأول على المفرش عشان خاطر ما تلزقش. وقبل ما نمسكها هنرش رشة دقيق وبعد كده هقسمها لجزئين. هنفردها كده فردة بسيطة. بجد العجينة دي تحفة، من أكتر المعجنات اللي عملتها وعجبتني جدا. أنا بجد مبسوطة بيها جدا. ما أخدتش وقت، مش مكلفة. ب25 جنيه متخيلين نطلع أكتر من 40 باتيه وقرص؟ يعني كتير جدا ان انا اروح ادفع 120 جنيه عشان خاطر اجيب كيلو. فبعد كده قطعت كده زي ما انتوا شايفين وبحاول ان انا ابرمها، يعني افرد العجينه تاني. قطعتها بالشكل ده. بس اهم حاجه ننجدع، يعني خلينا بسرعه بسرعه في المعجنات عشان ما تخمرش مننا وترجع تتخمر تاني لما تخش الفرن تهبط وما تعلاش مننا. لان بنوتات كتير قوي بتسالني بتقولي لما بنعمل ما بتخمرش. انا ما خمرتهاش، انا سبتها بس ترتاح، ما كملتش حاجه لغايه ما فرشت المفرش وجهزت الزيت والسمنه. تمام. وبعد كده استخدمتها على طول، قطعتها وفردتها فرد بسيط وبعد كده رجعت لميتها تاني. ده بعمل كده عشان يبقى من جوه العجينه مورقه. لما اعمل الساندوتش او اعمل اي مخبوزات تطلع من كده مورقه، ورقات ورقات ورقات، احسن من اللي بنجيبها بجد من الفرن. متخيلين بنص كيلو دي هنطلع كميه قد ايه؟ ما شاء الله. تابعوا معايا بس الفيديو للاخر وهتشوفوا تفاصيل وهتعرفوا ازاي تطلعوا احلى معجنات، احلى من بعد بتاعه الفرن بالميه، بخطوات سهله وبسيطه جدا. ومش مستاهله ان احنا ندفع فلوس يعني بالشكل ده عشان خاطر اجيب كيلو مشكل. او بعد ما كورتها وقفلتها بالشكل ده هعمل كل الكميه. تمام. بس اهم حاجه السمنه نغطي بيها العجينه كويس ونغطي بيها الكور علشان خاطر ما تعملش وش مننا قشره فوق كده او تقشف. فلما نيجي نفردها هتبقى مكسره معانا كده ومش هتدينا الملمس اللي احنا عايزينه. لما بجد سبناها الخطوه دي بجد فوق ما تتخيلوا. ممكن تقدروا تستغنوا عن خطوه الزبده مع السمنه، بس بجد بتخلي الطعم في حته تانية خالص. انتي بتاكلي حاجه كده باتيه من افخم المحلات ومن اشهر المحلات. بجد لو جربتوا الطريقه دي هتشوفوا، مش قادره اوصف لكم بجد جمالها. يعني لما حطيتها في السمنه وانا بشيل كده بس مجرد العجينه بتتمط في ايدي كانها استك، كانك ماسكه البانه كده وبتمطيها زي ما انت عايزه. وناعمه جدا وبتتفرد بكل سهوله، ولا محتاجه منشأة ولا محتاجه تفرديها. انت بتنزلي بصوابعك كده عليها بتتفرد بكل سهوله بكل سهوله. والحشو اختياري زي ما انت عايزه. انا حشيتها بجبنه عادي وبعد كده هعمل حشو تاني كده بجبنه على لانشون. الحشو زي ما قلت لكم اختياري بس بجد طعمها حلو جدا. جربوها وريت تقولوا لي ايه رايكم. وكل اللي يجرب تطبيقاتي يقول لي ايه رايكم بجد، لانها بجد بسيطه وسهله وما بتاخدش وقت ومش مكلفه.
يعني بجد احنا لو عملناها ما اخدتش وقت خالص، هي بترتاح مرة واحدة بس. اي معجنات علشان ما تهبطش مننا او تدينا الشكل اللي احنا عايزينه زي بتاع الفران، واحسن نخمرها مرة واحدة بس، نسيبها ترتاح اول حاجة عقبال ما نجهز الحاجة اللي احنا نستخدم فيها، وعلى طول نلفها. انا اول حاجة فردتها كده، حطيت الحشو، وبعد كده كورتها بالشكل ده، ونقدر نعمل اي شكل احنا عايزينه. بس انا قلت اجرب الشكل ده معاكم، سهل وبسيط جدا، وبجد طعمه حلو خالص، والجبنة كمان كانت عاطية طعم فوق الخيال. بجد لو عملتوا ده لاولادكم يعني بسيط قوي ومش هياخد وقت مننا خالص. انتي هتطلعي بس يدوبك من الفريزر، وتقدري تفرزيها بعد ما تبرد وتشيليها في اكياس تلاجة. يدوبك لو حطيتي في كل شنطة 2 وطلعتيهم بس على الاستخدام على طول. لا بجد ما شاء الله مريح جدا، وحاجة سهلة ومبتاخدش وقت ومش مكلفة، والدقيق متوفر. يعني الدقيق اللي انت عايزاه، استخدمي دقيق سايب. اصلا انا عامله المخبوزات دي بدقيق سايب. بجد انا قلت هجرب نوع دقيق غير اللي انا بستخدمه خالص، فبجد طلعت تحفه. عشان محدش يقول لي مثلا ده مش عارفه ايه، لا بجد انا والله مستخدمه. جبت نص كيلو دقيق سايب كده واستخدمته جميع الاغراض، بجد يعني ابهرني بالنتيجه. احسن من اي دقيق مغلف بجد، لانه عطاني قوام وطعم وهشاشة وكل حاجة، بجد سهلة جدا وحلوة. وبعد كده هعمل الشكل التاني معاكم، كورتها نفس الاولانية برضو، حشيتها وبعد كده لفتها بالشكل ده وبتنيها كده. وهنحط الطرف كده من تحت عشان ما تفتحش لما تخش الفرن. وانا فاتحه الفرن وانا شغاله كده، فاتحه الفرن على درجه انا فاتحه التايمر على 180. تمام. وسبته بس كده. لازم قبل الفرن اي معجنات تدخليها تفتحي قبلها بربع ساعه، علشان اول ما تدخلي انا ما اخدوش معايا بالظبط 5 دقايق. 5 دقايق ما اخدوش معايا 5 دقايق. وبعد كده هعمل معاكم شكل تاني. الشكل ده حلو جدا وبسيط كده، وبتلفي على طول. بتحطي الحشو اللي انت عايزاه. انا نزلت بالجبنه، وبعد كده لفيت فردت الرول جامد، وبعد كده لفيته مره واحده. شوفي ما شاء الله العجينه بتتمط معايا ازاي. يعني بجد انا ما شفتش كده، بس من الزبده من السمنه والزيت والعجن كويس. انا عشان عجنتها كويس جدا فعطتني، فقدرت العجينه تخدمني وافردها زي ما انا عايزه، ما غلبتنيش نهائي. وبعد كده هفرد الشكل ده زي ما انتوا شايفين، وهعملها شكل كده الطولي. بجد حلوة جدا، احسن من اللي بنجيبها من بره. صدقوني لو جربتوها هتعجبكم جدا وهتعتمدوها، ومش هتبطلوا تستخدموها على طول، مش هتبطلوا تعملوها. وهسيبها. انتوا شايفين الشكل، هتشوفي كمان لما هتخمر هيبقى شكلها عامل ازاي. وما شاء الله قطعت معايا كل الكمية دي بنص كل دقيق، يقطع اكتر من 40 باتيه ما شاء الله. يعني بجد حاجة حلوة جدا. بعد كده جبت معلقة لبن، وعلى الوش كده مسحتها، بس اهم حاجة نسيبهم نختمر شوية. ومسحتهم مسحة كده بالفرشة. وبعد كده انا زي ما قلت لكم فاتحة الفرن على درجة حرارة 180. وبعد كده همسح التانية وهسيبهم اول ما يختمروا هرفع دي على طول وهدخلها. بجد ما اخدوش معايا 5 دقايق بجد. بس يا ريت ما تطولوش عليهم في الفرن عشان ما ينشفوش منكم. انا ما شاء الله اول ما طلعوا غطيتهم بس كده وسبتهم ما كملوش دقيقتين، وبعد كده ما شاء الله طلعت بالشكل ده. يعني واخده لون ذهبي من فوق وتحت، يعني وشها زي القعر بالظبط. وهوريكم كمان ما شاء الله دي يعني كبيره وقوامها حلو. وعملت لكم باتيه، وعملت لكم اللي هو الملفوف والقرص العاديه دي. بجد طعمها حلو جدا، ولا الحشو من جوه خلى طعمها في حتة تانية بجد. ونقدر كمان نحشيها شوكولاتة، نقطع مكعبات شوكولاتة صغيرة او نحشيها نوتيلا. بجد هتخلي الطعم في حتة تانية خالص. ولا دي بجد والله ما فرقت حاجة عن اللي بجيبها من بره خالص، غير اكتر انها طعمها احلى من بره واطرى من بره واطعم من بره وانضف من بره. انتوا فاهمين؟ يعني قوامها احلى من بره بكتير جدا. وادي الباتيه بشكله، وادي الملفوف، وادي القرص العادية. بجد ولا الحشو زي ما انتوا عايزين تقدروا تحشوها اللي يجي على بالكم. بجد حلوة جدا. يا ريت تقولوا لي ايه رأيكم. اللي وصل معايا الفيديو هنا ما ينساش يسيب لي اللايك ويقول لي ايه رأيك. اشوفكم في فيديو